صباح الخير. النهاردة عملت حاجة بمناسبة السنة الجديدة 2024 جامدة جدا، وهي شجرة الكريسماس. بس النهاردة بقى عملتها تورتاية شجرة الكريسماس، مش شجرة بس كده عادية، لا لا لا، دي شجرة بتتاكل. وطبعا شكلها وتفاصيلها كانوا روعة. يعني انا ما كنتش متخيلة ان انا هقدر اطلعها بالجمال ده بجد. طبعا عملتها بطريقة سهلة جدا، ودي كانت اول مرة اعمل حاجة تكون عالية كده كذا طبقة فوق بعض. بس الحمد لله عدت ببساطة، وما اخدتش في ايدينا وقت خالص، وبطريقة لذيذة وكلنا ممكن نعرف نعملها. وطبعا ناخد كمان صورتين تلاتة معاها كده. وكان عيد ميلاد بابا ال60، عملت له التورتاية دي بالمناسبة دي عشان هو عيد ميلاده في اخر شهر 12. دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نعمل التورتاية بتاعتنا. وهنبدأ طبعا اول حاجة نجهز البيض، وهم 12 بيضاية، وهنحط عليهم فانيليا عشان طبعا زفارة البيض وكده. دلوقتي بقى نحتاج كيلو من الاسبونج. الاسبونج الجاهز طبعا بنحتاج له 12 بيضاية وكوباية مية، وطبعا كيلو الاسبونج. بنبدأ دلوقتي ان احنا نفضي الكيلو سبونج. انا عملتها فانيليا، اللي حابب يعملها شوكولاتة عادي مفيش اي مشكلة، بس انا بحب طعم الفانيليا قوي. دلوقتي هنبدأ ننزل بالبيض بتاعنا، هما 12 بيضاية للكيلو. ودي معلقة محسن جل كيك. ودلوقتي هنبدأ ان احنا ننزل كده زي معلقة صغيرة من الخل، وكوباية المية الساقعة نبدأ ننزل بيها برضو، ونضرب بقى الكلام ده كله لمدة ربع ساعة. لازم نخدم الكيك كويس قوي واحنا بنعملوه، ونستخدم المكونات مكونات حلوة. نجيبها من مكان كويس. انا زي ما انا قلت لكم بجيب حاجتي من عند موتير، اللي في وش كلاسيك اللي في جمال عبد الناصر. كل ما الخامات كانت كويسة وانواع كويسة، كل ما الكيك هيطلع معاكي حلو قوي، وطعم التورتايه هيفرق جدا. دلوقتي نسوي بقى الصاج بتاعنا كويس جدا، ونبدأ ان احنا ندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة، وطبعا يكون الرف في النص. هي بيقعد مثلا حوالي 7 دقايق كده بالكتير قوي، لان الاسبونج بيستوي بسرعة. وطبعا بنسيبه يبات لتاني يوم. وبعد كده بنبدأ ان احنا بقى ايه، نشيل الوش بتاع الكيك ده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي لان هو ده ما بيتاكلش اصلا، لان طعمه ما بيبقاش احسن حاجة. ولا بنعمل بيه كيك بوبس او اي حاجة، لا لا خالص، احنا بناخدوه ونشيلوه. طبعا انا كنت مستعجلة جدا جدا، لان النور كان هيقطع، وفعلا قطع عليا وانا بعمل التورتايه، بس كملت تصوير عادي. رغم ان كمان الرينج لايت ما كانش شغال، بس كملت تصوير عشان كنت الحق ان انا اعملها. دلوقتي بدأنا ان احنا نجيب ورق ونرسم عليه المقاسات بتاعة التورتاية. انا عملت مقاس 20، ده اللي بيبقى اول طبقة خالص، عملت منها طبقتين. بس ده كان اول صاج. طبعا بقى انتوا التقطيع ده، انا عملت 3 سيجون. قطعت منها الطبقات دي كلها. قطعت طبقتين 20، وطبقة 18. وبعد كده قطعت 16 و14 و12 و10 و8 و6. ودي كانت اخر طبقة، طبعا بتبقى صغيرة جدا. في بقى طبقات قطعت منها مرتين، يعني خليت بقى ان التورتايه تكون اعلى، بحيث ان انا كان معايا مساحة في الصاج. يعني مثلا عملت طبقة 20 دي، عملتها رقتين مش رقة واحدة. وكانت كمان ال14 والستة برضو والتمانية والعشرة، عملت منهم طبقتين، بحيث ان يكون علو الشجرة يكون عالي، مش يعني التورتيه ما تبقاش قصيرة. انا قطعت صاج دلوقتي، وبدأت ان انا اعمل كريمة الحشو عشان كنت مستعجلة قبل ما النور يقطع زي ما انا قلت لكم. فاحنا بنحتاج كوباية الا ربع من كريم الشانتيه، عليهم معلقتين من الباستري، وبعد كده بننزل باللبن تدريجي كده لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا انا بحب بقى اعمل الكريمة بتاعة الحشو لوحدها، وكريمة التزيين لوحدها، عشان ما بحبش ان الكريمة تبقى تقعد معانا فترة طويلة، لان ما بتبقاش احسن حاجة، بنضطر ان احنا نيجي نضربها تاني. فبحب ان انا اعمل ده لوحده وده لوحده. دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نقطع بقية الصاجين. هنا كان النور قطع خلاص، وصورت برضو عشان اخلص التورتيه بسرعة. هنا قطعت طبقة 20 زي ما انا قلت لكم تاني، وبعد كده طبقة 14. وطبعا قطعت بقى ال18 والعشرة وكل الكلام ده. طبعا احنا بقى التقطيع ده بيبقى على حسب ما احنا عملنا كام صاج، عملنا كمية قد ايه. حد عايز مثلا يستخدم اسبونج زيادة، بس هو كيلو سبونج كفة، ومفيش داعي ان احنا نعمل اكتر من كده. هما الكيلو سبونج على قد التورتيه دي كان مناسب جدا. بس زي ما انا قلت لكم كده، ان انا بدأت بالطبقة الاولانية كانت 20. دلوقتي احنا هنبدأ بقى نحشي التورتيه بتاعتنا، ولازم تركزوا قوي في يعني الخطوات دي، لان دي كانت اصعب حاجة، ان احنا نطلع يعني شكل الشجرة كده
نطلع بيه تدريجيا. فبدأت أول حاجة بالطبقة ال20 وبدأت إن أنا أحط الكريمة عليها، وبعد كده طبعا حشيتها فراولة لأن أنا بعشق التورتاية وهي محشية فراولة، دي أكتر حشوة أنا بحبها. طبعا احنا بنسقي الكيك بقى، دي نقطة مهمة جدا. العسل اللي احنا بنعمله ده عبارة عن نص كوباية سكر وعليه كوباية مية، وبنسيبوه كده يغلي شوية لغاية بقى ما يدوب ويبقى العسل معانا جاهز. طبعا طريقته سهلة جدا. ده بنبقى عاملينه ويبقى بارد اهم حاجة بس. وبعد كده بنبدأ ان احنا نحشي الطبقات دي. كده كانت الطبقة التانية اللي هي 20، كأننا بنعمل تورتيه عادية جدا. بس دلوقتي بقى حطيت الحشو على قد الحشوة يعني على قد المساحة بتاعت المقاس 18، لان انا كده قللت في المساحة، فبدأت ان انا اقلل الجزء بتاع الحشو اللي هو الفراولة بس. لكن الكريمة عادي ان احنا نحطها على كل الطبق، مفيش مشكلة بس. وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نمشي بنفس السيستم كده. مش الموضوع مش صعب خالص، بس هو محتاج انكم تجربوا الموضوع. يعني ما تخافوش انكم تجربوا، لا بالعكس، انا كنت بقى بخايفة اعمل الحاجة دي مثلا وتطلع مني مثلا شكلها مش حلو. لا والله، انا كل اللي انا جربته وكنت خايفة منه يعني طلع احسن حاجة بصراحة. فكان في كده مثل بيتقال تقريبا، اللي تخاف منه ما يطلعش احسن منه او حاجة شبه كده يعني. واخر كام طبقة ما حشيتهمش فراولة بصراحة، يعني اللي هي الطبقات الصغننة خالص اللي فوق دي، بحيث ان احنا ما يعني ما نخليش التورتية تقع مننا او اي حاجة تحصل لها. بس كده انا كده خلصتها، حطيتها في التلاجة خلاص ساعة كده لغاية ما تتماسك، وعمل بقى كريمة التزيين. هنا كان النور جه الحمد لله. حطيت بقية ربع كريم شانتيه، ان انا بستخدم في الكيكاية في التورتية ربع كريم شانتيه. اخدت منه كوبايه الا ربع وحطيت بقيته للكريمه بتاعه التزيين، وحطيت عليه 4 معالق من الباستري. وطبعا بنزل باللبن تدريجيا وبضرب بقى لغايه ما نوصل لقوام حلو. حبيت ان انا اعمل الكريمه بقى بتاعه التزيين تقيله شويه عشان الوردات تطلع شكلها حلو وتكون متماسكه، وما يعني عشان ما تجيش في الاخر مني وتبدا انها ما تشكلش معايا الورده بشكل حلو. طبعا اللون الاخضر نستخدم لون جل غذائي او السائل. انا بفضل السائل بصراحه، بس انا ما لقيتهوش فلا جبت الجل. الجل بيعلم ساعات في البق لما حد بيجي ياكل مثلا اللون ده يعني في الكريمه بيعلم شويه في البق، فالسائل ما بيعملش كده خالص. فانا برجح الالوان اللي هي السائل. دلوقتي بقى جبنا القمع اللي هو بيطلع الوردات اللي هي الصغننه خالص دي، وبدات ان انا ازين التورتايه. طبعا الموضوع سهل جدا، والتورتايه ما اخدتش وقت خالص في التزيين لان هي ما فيهاش افكار كتير، هي الوردات بس دي احنا بنبدا ان احنا نغلف التورتايه كلها بيها. هنظبط بس ايدينا كويس قوي في الوردات انها تكون قد بعضها، ما فيش حاجه كبيره وما فيش حاجه صغيره، ويكون شكلها حلو وتبقى منسقه كده. اهم حاجه ان احنا نعمل التورتايه دي واحنا رايقين عشان تطلع التورتايه رايقه كده وشكلها حلو. عارفين انا كنت خايفة جدا من تورتية شجرة الكريسماس دي. كان نفسي اعمل اي حاجة تكون عالية كده عشان اجرب ان انا اعملها كذا طبقة. هي طلعت مني موجة سنة بس عادي، يعني حتى الاشجار الطبيعية بتبقى فيها مش شكلها مش بالظبط يعني. فعادي ان احنا نطلعها شكلها معوج سيكة كده، مفيش اي مشكلة. طبعا ننضفها بقى كده وندخلها التلاجة شوية. قصة بابا نويل دي بقى كانت بصراحة انا مكنتش عارفة عن ان احنا نعمل شوكولاتة نسيحها ونحطها في قوالب زي كده تطلع الرسمة معانا. انا مكنتش اعرف. لما رحت عند بتاع الحلواني لقيت شيتات كده على بابا نويل، فقلت له ايه ده؟ قال لي سيحي شوكولاتة خام وحطي عليها معلقتين زيت وتسيبيها تبرد شوية، وبعد كده تحطيها في القوالب دي، هيطلع معانا شكل بابا نويل عادي جدا. فانا قلت له ايه ده اختراع بجد. فقال لي لا خديها وجربيها هتطلع معاكي شكلها حلو قوي. فعلا طلع شكلها جميل جدا. بنسيبها بس ساعة في التلاجة يعني الشوكولاتة بقى تمسك تاني. وبعد كده حطينا بقى طبعا بابا نويل وبينه مثلا كورتين كده اللي هما الفضي دول. الكريسبي اللي هو الكبير ده بيتاكل عادي برضو. التورتيه كلها كل الاشكال اللي فيها دي تتاكل عادي، ما فيهاش اي حاجه شكل بس غير النجمه اللي انا حطيتها فوق. الكريسبي ده بيبقى اساسي معانا في تزيين التورت لان بيبقى حلو جدا وبيدي شكل جميل قوي قوي.
وبابا نويل ده برضو يعني عجبني قوي الشوكولاته البيضه لما سيحتها وحطيتها في الشيت ده، وطلع معايا شكل بابا نويل، اللي هو احنا بنسيح شوكولاته خام نحطها في الشيت تتبع الصوره اللي موجوده في الشيت ده. طبعا بقى في اشكال كتير غير بابا نويل، بقى اي تورتايه عايزين نعملها بعد كده فيها الاشكال دي، هنقدر ان احنا نجيب الشيت ونسيح الشوكولاته وتطبع لنا بقى الصوره عليها. ففعلا يعني حلو قوي يعني في افكار تزيين كتير قوي كنت محتاجه فيها اشكال، بس ما كنتش عارفه الموضوع ده خالص. فكويس ان احنا كل تورتايه بنتعلم مع بعض حاجه جديده. والكريسبي الصغير ده بقى ايه، قعدت كده انا اطوره كده بشكل عشوائي، ما كنتش برصه، وطلع معانا شكلها في الاخر. وطبعا حطينا النجمه بقى اللي هي بتاعت شجره الكريسماس، كان شكلها تحفه جدا. عملنا طبعا عيد ميلاد بابا كده على الضيق شوية، وهو كمل 60 سنة، ولازم نقوله بقى كل سنة وهو طيب، وعقبال كده 100 ان شاء الله. شكلها كان حلو اوي، جربوها مش هتندموا انكم جربتوا شجرة الكريسماس. حبيت ان انا انزلها قبلها باسبوع كده مثلا، عشان اللي عايز يعملها يعني على راس السنة يقدر ان هو يعملها. وإن شاء الله بس السنة الجديدة تكون سنة سعيدة علينا كلنا، 2024. أتمنى إن احنا كل واحد عايز أمنية تتحقق في 2024. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي أنا وماما في المطبخ. أشوفكم بقى في فيديوهات جديدة إن شاء الله. باي باي.